اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع قناة هلا حسنين. يلا بقى اشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. والنهارده هنعمل ان شاء الله حبة مخلل عجب. نقول بسم الله كده زي ما متعودين دايما، يعني نسمي الله قبل ما نعمل اي حاجة. وكده بعد ما خلصناه بس هقول لكم بقى الطريقة. كده جبنا الجزر، انا كان عندي حبة جزر يعني، فقلت بدل ما يبوظوا اعملهم ايه مخلل كده رمضان. جبت بقى جزر وقرنبيط وفلفل اخضر. انا بحط كله على بعضه، بس كل حاجة لها سوا على فكرة برضو، يعني الخيار ما بياخدش سوا زي الجزر، والقرنبيط برضو. يعني القرنبيط عشان يبقى كويس معاكي ويستوي مع الجزر، لو انتي هتحطيه مع الجزر خليه حطيه في مية بتغلي دقيقتين بالظبط وشيليه، دقيقتين بالظبط وشيليه، عشان لو حطيتيه ني كده مش هيبقى حلو مع الجزر. والفلفل برضو حطيه ني سليم عادي لان بيستوي. بس القرنبيط اعمليه نص سلق، يعني دقيقتين في المية بالظبط. اما الجزر فخليه زي ما هو. كنت كده بقى بقشر الكمية اللي عندي عشان ايه اخللها لرمضان بقى. ما مش بنعمل يعني كيلو ولا 2، لا اللي عندك اعمليه. رحت بقى جبت قرنبيطة، قلت بقى بدل ما اعمل الجزرات لوحدهم رحت جبت قرنبيطة واشتريت فلفل. وكان سعر الجزر النهاردة كان كيلو ونص ب10. القرنبيطة كانت ب8 جنيه، والفلفل كان ب24. هو الفلفل كان غالي حبة يعني، بس ايه انا بجيبه حراق شوية عشان بيبقى طعمه حلو، يعني بيدي المخلل طعم وبيعيش. لو بارد ما بيدوب، فانتي هاتي حامي. كنت بقى بقشر كمية الجزر كلها، ما غسلتوش، انا قشرته كده الاول ومش هغسله دلوقتي لسه، هقشره كله وبعدين يبقى اغسله، بس لما اقشره بقى براحتي. وانا حطيت كله على بعضه، بس كل حاجة لها سوا زي ما قلت لكم. القرنبيطة حطيتها في المية اللي بتغلي دقيقتين عشان تبقى نفس السوا بتاع الجزر، يعني لما تيجي تاكلي كان الاولاد بياكلوا جزر، لما تيجي تاكلي القرنبيطة تلاقيها مستوية. اقولك على طريقة دلوقتي برضو ده تعمليها بيها احسن من الجاهز 100 مرة. لو مشروع هو ده اللي بيمشي في شهر رمضان، يعني مفيش سفرة بتخلى منه، فحلو. ولو حابة تعمليه مشروع برضو حاجة ممتازة ومش هيكلفك كتير، وفي البيت، وحاجة نظيفة ومضمونة. اهو كده بقى كنت بقشر الجزر عشان ايه نخلله. كنت بقى مجهزة البلاستيك اللي انا برطمانات، كان عندي بلاستيك كده وبرطمانين قلت امليهم. انا يعني بيت ابويا متعودين بعمله وببعته لهم يعني، واخواتي برضو، بس لسه ما عملت لهمش. قلت حبة كده واعمل لهم. عملت ده لنا وقلت بقى اعمل لهم هما ايه المرة الجاية. قعدت اقشر بقى لما تعبت والله. فياريت تدعمونا بلايك وشير عشان يوصل لكم منا كل جديد، عشان ده انا قعدت اقشر لما ضهري تعبني.
اهو. كاس الفتيعة ده برضو بتساعدني، بس قاعدة الناحية التانية تقشر معايا. اهو. ودي احسن طريقة تعملي بيها مخلل الجزر، هي الطريقة دي، مش بمية بملح، لا لا خالص، الطريقة العادية دي لا، ده انا جبتلك طريقة المصانع، بس استني عليا. انا بعمله بيبقى مفيش فرق بينه وبين الجاهز خالص، هو شكله كان باين عليه يعني في البرطمان. كده كنت بحط القشر في شنطة على طول، عشان ايه، هخلص اشيل الشنطة ارميها، ما افضلش اعين واحط. يلا بقى حبيبتي، يومي كده تشجعي واعملي شوية مخلل كده حلوين لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. كنت قشرته بقى كله، وبرضه لسه ما غسلتوش. وعندي بقى القطاعة اللي هي بتعمل الشكل ده، فبقطعها بو عشان تدينا شكل الكاس بالظبط، هيبقى الشكل والطعم ان شاء الله. اهو قطعته كله، بقطع الصينية يعني الألمونيا بتسهل عليا، وبحط في الصينية اللي معايا دي، بس بالراحة وانتي بتقطعي عشان ايدك. اللي كانت يعني تخينة كنت بعملها بالسكينة. واحسن حاجة تجيبي الجزر الكبير، يعني بيبقى حلو في التخليل، ولو صغير برضو مفيش مانع، بس الكبير بيبقى احلى. ما خدش معايا ساعة الا ربع بالكتير، كنت عاملاه ومجهزاه. لو حابة تعملي كمية برضو بيفضل يقعد معاكي طول السنة، مش ما بيدوبش ولا بيحصل له اي حاجة. انا بعمله من السنة للسنة في موسم الجزر بس، لما بيطلع الجزر بجيب يعني كمية وبعملها. جهزي بقى يلا معايا وقومي وقولي لي رأيك في الوصفة دي، وجربي الطريقة دي وان شاء الله هتعجبك، وهتبقى هي الطريقة المعتمدة بتاعتك، مش هتستغني عنها. زي ما قلتلكوا التخينة كنت بقطعها اتنين، واللي هي عايزة مش عايزة تتقطع كنت بعملها مدورة على طول. كنت بقطع الصينية دي وهشيل واحط في الصينية التانية. بصوا شكله وشكل الجهاز بالظبط، ولسه لما اضيف عليه اضافاتي بقى. كانت كمية معايا برضو، قعدت اهرت فيها كتير عشان هو مش كيلو ولا اتنين، انا كنت جايبة 7 كيلو، وكنت جايبة قرنبيطة. قلت اجيب القرنبيطة برضو معاهم، ايه بحيث ايه، لا مش حابب الجزر.
ولو ما عندكيش برضو ديك ومش متاحة عادي اعملي بالسكينة، واهم حاجة الطعم مش لازم الشكل برضو، الشكل بيبقى حلو بس يعني لو مش متوفرة خلاص، مع ان هي مش غالية يعني، هي ب7 جنيه ونص ب10 جنيه، يعني في متناول كل الناس. دي كانت تخينة كنت بعملها بالسكينة عشان ما تعورنيش. كانت سلفتي برضو بتساعدني، كنا بنعمله سوا يعني، هي كانت لسه جاية من عندهم، كانت زيارة، فلما جت قلت لها اقعدي بقى خرطي شوية عشان تعبت، بعد هي تقطع لي يعني وانا اقطع بالقطعة دي، هي تقسمولي بالسكينة وانا اقطع، ايد على ايد بتساعد. وقعدت اقطع بقى لحد لما الكمية خلصت معايا. وكده كانت الكمية خلاص، انا بقى اخدته وغسلته، والقرنبيط ده انا كنت سلقاه في دقيقتين في مية بتغلي، خدته وغسلته كويس اتكسر وجبته، والفلفل برضو هغسله بس لما اشيل منه العيدان بتاعته عشان ما بحطش بقى، يعني مبحطش الفلفل زي ما هو كده، بنضفه خالص وبشيله، ما بفتحوش بسيبه كده زي ما هو. دي كانت